مستعجل حول هذه القضيه اللي وقعت سيد ابراهيم ولد عيسى ولد شكيري، وتلفيق تهمه له من طرف الشركه اللي كان يشتغل معها. نحن اليوم طبعا كمكون قبلي بالاضافه الى موازره بعض الجمعيات وبعض القضايا الاخرى والشباب يعني مشكورين والساكنه الكل يعني مآزرين في هذه القضيه هي من اجل يعني طلب الله يمشوه للديوان الملكي يعني يتم اخلاء سبيل ولدنا واعطائه حقه. يمكنكم تفضلوا كلكم يعطي كلمه يعني في هذا الاطار اللي هو تفضل محمد. نعم. على أينا بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ما عندي إضافة كبيرة على هذا قال الأخ، لكن اللي بقينا هو موضوعكم في الصورة على أن هذا الأمر اللي هو أمر متضرر منه القبيلة والساكنة ككل. هذو شباب ربما يدعوا الأمر عنده خلفياتهم آخر كانوا تعاقبوا بيناتهم والله فاتهم بيناتهم، لهذا ما تعود المحكمة محكمة صورية ينقبضوا ولدنا احنا وينسجن وتلفق له تهمة ما قام بها، فهمت؟ لهذا كان امر سلمي في البدايه، اثنين تفاتهم بيناتهم ما فيهم الرافد الثاني سلاح ولا فيهم الاخباط الثاني بحشره ولا قادوم ولا كامل، وجاوا للطم سليمين عيوب وقاموا ماشيين على كرعايهم ما فيهم الفايز في شيء. هذا يشهد به العالم كامل وكان وضح للجميع. فهمت؟ اليوم احنا نستجابوا على الصلح وامر ذاك هو يهم الساكنه، فهمت؟ بالدرجه الاولى. والمساله الثانيه هي على ان ملي ما نبغوا ولا لا هي تنفرض علينا ولا تطبق علينا تهمه ذيكيه صوريه يتهم ولدنا يتهم بشيء ما قام به. لهذا إذا عاد الطفل بينه إشكالية مع الشركة اللي كان يخدم فيها والله هذا أمر ثاني ولا يوضح الجميع، وإحنا عندنا دلائل ذيكية مصورة، هلا فهمت؟ ومبرهنة عن محتواه، هلا فهمت؟ لهذا هذا كامل يدور في هذا الفلك اللي هو كان الطفل الثاني اللي تفاتل معاه كان يدير هذه الشركه اللي هو يخدم فيها اللي هو الطفل، حالا فهمت؟ وكانت الشركه قامت له بشيء ما هو حالا فهمت يعني محرم دوليا، وفرطوا عليه ودخل بحاره بطريقه ما هي سلميه، وبقاو يقطعوا على هذا الامر اللي هو، وهذا هو اللي بدات فيه المساجره بين هذو الرجال الاثنين، تدابزوا بيناتهم وتباطوا بيناتهم، طاحوا فهمت؟ جاوا الى طب هذا بحضره الشرطه وبحضره الطب امام الملا، ما يقدر يلفق، فهمت؟ تهمه جايه من الرباط والله جايه من العيون والله جايه من جهات اخرى، ويقول هذا ما نعرفاش، هذا فهمت؟ لهذا هذا هو اللي عندي انا. كان تفضل. انا ما بقى لي ما نضيف، ما هو هذا هو كلام والله، هذا هو كان باقي الكلمه اللي قال التاليه هي اللي كانت باقي نضيف. والقانون يحمينا كاملين، ما يحمي الزر ويخلي الزر، وحنا خاصنا نعودوا محميين كاملين من طرف القانون، ما خصو يعود عنده حد عن حد. ولا بدنا نقول اللي قال محمد انا بعد ما بقى لي ما نضيف. ما هو الشيخ الشيخ تفضل. على كل حال بسم الله الرحمن الرحيم. انا دوري حتى انا اللي نقول اللي قال الاخ محمد ان احنا يلا اثنين نعودوا كاملين اولاد القانون، التركه يعودوا سواسيه، ما يعودوا يمرقوا الاثنين من المستشفى سليمين العيوب، وفي الاخير يعيط الواحد منهم ينقبض والثاني يمشى للرباط بدون علم السلطه، ويجي طلب ثاني والله تجي شهاده ثانيه من الرباط والله من العيون، هذا السيد راهو مريض، هو بالعكس هو ما هو مريض ما طاري شيء. احنا نبغى لا شي صالح ونبغى لا القانون ولاد القانون. اليوم احنا ولدنا رانا نطالبوا به باش نتنصرحوا والله راهم غدا لا ينوقفوا عند المحكمه ونطلبوا الشرح، احنا ولاد القانون وهذا النداء رانا. خليك قاعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كمرصد وطني رجال البحر توصلنا بواحد الشكايه من ابراهيم الانصاري يوم 10 في شهر 8 2016، وطرحناها في المندوبيه الصيد. درنا اجتماع خاص مع المشكل ديالو مع الباخره،
وكنتسناو الرد. وعندنا نسخه وكاشف مندوبيه الصيد، وكانوا يحانيوا المندوب الجديد ملي يجي، ولكن لحد الساعه ما داروش معنا شي حل. قالنا غادي يدفعوا داك الشيء للمحكمه وما داروا معنا حتى شي حاجه. هذا هو اللي كاين. شكرا. تفضل سار. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم في اجتماعنا هذا في الحقيقه احنا مجتمعين من اجل مؤازره ليس فقط ابن القبيله ولكن مؤازره شاب من شباب المنطقه، لانه الاشكال في الحقيقه واللي خاص يعرف يعني تعرف الساكن على مستوى الجهه كامله وعلى مستوى الجهات الثلاث، على مستوى الجهات الاقاليم الصحراويه، على انه الاشكال اللي وقع لسيدي ابراهيم هذا اشكال ديال مواطن صحراوي شاب صحراوي في مقابل اخطبوط ومجموعه من ذوك الغناضره الكبار ديال الاقتصاد اللي كتحارب تركتنا. الى عاد ضريك تطبيق القانون والمطالبه بتطبيق القانون يعتبر من الاخطاء، فهذا لا اله الا الله. احنا مالنا في زمنه، احنا رانا في زمن دستور جديد، دستور 2011، في زمن ديال الحريات، في زمن ديال الحقوق. وبالتالي الخطا الوحيد اللي ارتكب ولدنا على انه مشى ورصد لنا اخطاء فادحه تقع لابناء يعني هذه المناطق داخل البحر من طرف واحد المجموعه من الشخوص بين قوسين اللي تستغل الثروات دون ما تحترم القانون. وبالتالي انا راه كنوجه ندائي لجميع الفعاليات داخل هذه الجهه، سواء الفعاليات الاثنيه القبليه والله جمعيات المجتمع المدني، باش نقولوا لهم على ان الحاله ديال سيدي ابراهيم راه هي ما حاله انصار ولا تدراري، هي ليست حاله تهم فقط هذه القبيله، هي حالتهم المجتمع كامل، على اعتبار انه رد حق هذا الشاب هذا هو رد حق لنا كاملين، على اعتبار انه يعتبر ضريح نموذج من النماذج اللي للاسف الشديد ها هي الحاله ديالها كتشوفوا كيفاش تعامل. احنا لا نطالب بخرق القانون، نحن اللي نطالبوا به على ان ولدنا يتم التعامل معه كيف يتم التعامل مع اي مواطن امام القضاء. احنا عندنا ثقه تامه في القضاء ونعتبر على انه القضاء نزيه، ولكن ما يقع على انه حادثه ديال شخصين ويتم اعتقال واحد واخر رعاه ضريك في القهاوي كيتقهوى ولا فطيلات، هذا احنا رانا ضده بالبات والمطلق. ومن هذا المنبر هذا رانا كنوجهوا نداءنا لجميع الفعاليات ديال هذه الجهه باش تساند هذا الشخص هذا من جهه، ومن جهه ثانيه احنا رانا يعني غنسلكوا خطوات ثانيه لارجاع الحق لابن يعني هذه المنطقه، لاننا مات لينا في زمان ديال العبث بارواح وحقوق يعني الشباب في هذه المنطقه. وشكرا. بالنسبه للمرصد، واش انتم بالنسبه لهذه الخروقات واش عندكم انتم شي مثلا تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. احنا بالنسبه لنا كمرصد اللي كنحضوا عليه هو السلامه هي الاولى. احنا كنطالبوا السلامه. السيد ابراهيم عدى الاجراءات اللي ما دار سوفتاج ولا دار اي حاجه ديال السلامه. السيد ابراهيم عدى المسائل الباركو اللي خاصو يجازى عليها وخاصو يكافئ عليها، وبهذا يكافئ عليها بالسجن. هذا غير المعقول. اذا نحن مع القانون ومع دوله الحق والقانون، وانتم معاه قدامه وراه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اذا يعني جميع مشكور الحق والله، جميع الدلاب ديالو في